الراجل ده هو وبنته ومراته كانوا راجعين من مشوار، بيبص كده قدام باب بيته لقى والده. اول ما شافه اتفاجئ، فقال له: بابا، انت ايه اللي جايبك في الميعاد ده؟ ده الوقت متأخر والجو برد. البنت جريت على جدها وسندته ودخلته جوه البيت، ومرات ابنه ولا بصت عليه ولا حتى سلمت عليه. البنت جريت علشان تجيب لجدها كوباية مية، وبعدين الابن سأل والده: هو في ايه يا بابا؟ قال له: يا ابني الحقني، امك تعبت فجأة ومحتاجة تروح المستشفى. انا عارف ان انت ليك عندي فلوس، بس انا ما معيش فلوس غير مرتبي بتاع كل شهر، والمرتب خلص ولسه ما قبضتش، ووالدتك تعبانة جدا بتموت، وانا مش عارف اعمل ايه، ومليش حد في الدنيا غيرك، ولا ليا قريب ولا ليا صاحب استلف منه. معلش، انا عارف ان تقلت عليك، اي مبلغ اعالج بيه والدتك. مرات ابنه سمع الكلام ووشها اتقلب، وشبه كده رافضه انها تساعدهم. فالابن قال له: ما تقلقش، انا هتصرف واجيب لك فلوس. راح لمراته وقال لها: اديني فلوس من اللي انت محوشاها. قالت له: الفلوس دي فلوسي مش فلوسك، انا اللي محوشاها من شغلي، وكفايه كده. قبل كده استلف منك مره واتنين ومرجعلكش الفلوس، انا مش مستعده اسلف تاني، وانا محتاجه فلوسي هشتري بيها حاجه مهمه. فهنا البنت جت وقالت لها: في ايه يا امي اهم من حياه جدتي؟ فالام كانت مصره وقالت لها: هم لا امي ولا ابويا، دول امك وابوك انت، روح اتصرف وجيب لهم فلوس، لكن بتنسى خالص انك تاخد مني حاجه. فالبنت سمعت الكلام ده، جريت بسرعه على اوضتها وجابت كل الفلوس اللي هي محوشاها واديتها لجدها، وقالت له: خد الفلوس دي عالج جدتي، وبالنسبه لوالدي ووالدتي فكل واحد ليه يوم. ايه احساسك يا بابا لما تكبر وتحتاجني وما تلاقينيش جنبك؟ ايه احساسك يا امي لما تحتاجي ومحدش يقف جنبك ولا يساعدك؟ على العموم الدنيا دوارة، وافتكروا الموقف ده. يلا بينا يا جدي نروح لجدتي المستشفى. هنا الأب حس بالذنب وحس بالندم، ازاي يعامل والده ووالدته بالطريقة دي، وازاي يقبل مراته تتكلم عنهم بالطريقة دي. فجري ورا بنته وقال لها: أنا كمان جاي معاك المستشفى، وأمك دي من النهاردة ما تلزمنيش. فمراته حست بالندم وجريت وراهم وقالت لهم: حقكم عليا. فعلا الدنيا دوارة، وكما تدين تدان، واللي بتعمله النهاردة هتلاقيه بكرة. لو انت مكان الزوج ده وزوجتك قالت الكلام ده لوالدك، هتعمل معاها ايه؟ انتظروا ردكم في التعليقات، وصلوا على النبي.